أقصى اليمين محمد بولكسوت يأتي بالعرضية، لكن أيضا مرت خالد الضنحاني من اليمين للإمارات. طويلة هذه الكرة تصل لمنتخب المغرب. مباراة أعتقد بأن فيها أهداف، لا يمكن لهذه المواجهة أن تستمر هكذا أبدا. قد يضيف المنتخب الأردني ثاني أو قد يسجل منتخب الإمارات التعادل. مباراة فيها أهداف، لا يمكن لهذه المباراة أن تنتهي 1-0، لا يمكن، إلى خارج أرضية الملعب الكثير من الأسباب. نتيجة ليست مريحة، ليست مطمئنة أبدا. هذه كرة للأمام من الجهة اليسرى لأسامة. أسامة بكرة، العودة بالراس، انطلاقة إماراتية. غساني بولكسوت ممتاز، يا عين الله، لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب. رائع هذا البولكسوت، رائع محمد بولكسوت لاعب نادي الرجاء المغربي. للأمام مغربية، نقترب شيئا فشيئا من نهاية شوط المباراة الأول. المغرب المنتخب الذي عمل اللازم وحقق ما يريد من خلال شوط المباراة الأول، والمنتخب الإماراتي حاول أن يصل أن يسجل بعض الكرات، بينما هذه الكرة ولكن روعة من جانب حريمات، ربيع حريمات أبعد هذه الكرة. العودة من اليمين بولكسوت من أقصى الجهة اليمنى، مرهونة بكرة بمحاولة بعيدة يا أسامة، يا طنان إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى للأبيض الإمارات. طارق السكتيف يدون ملاحظات، ماذا جرى وماذا حدث وكيف سنتعامل مع شوط المباراة الثاني. لكن هذا الرجل تساؤلاته مختلفة، كيف سأعود إلى المباراة؟ لا يفكر بالطريقة التي يفكر بها طارق السكتاوي أبدا. فالسيد طارق يتقدم في نتيجة المباراة، وهذا الرجل أولاريو يتأخر. وبالتالي هنا السؤال، كيف يمكنني العودة إلى هذه المباراة؟ كيف يمكنني العودة في مباراة الدور نصف النهائي؟ الخسارة فيها الوداع، والعبور منها يعني صناعة المجد والحضور في المشهد الأخير وفي الليلة الأخيرة وفي المباراة الأخيرة. وهذا ما يتمناه، وهذا ما يحلم به المنتخب الإماراتي بعد فترة طويلة من الغياب. بعد فترة طويلة من الغياب لأبيض الإمارات عن المنصات. هذه محاولة خطيرة من اليسار، قد يأتي بالعرضية ولكن الضنحاني، وقبل ذلك تسلل، قبل ذلك حالة تسلل على كريم البركاوي. بالفعل كان متسلل كريم البركاوي في اللقطة الأخيرة بالفعل. إذا دقائق أخيرة مشاهدينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس. نحن هنا في نصف نهائي بطولة كأس العرب. هذه البطولة في كأس العرب، اللحظات التي بعضها تطوى وبعضها يروى لأيام قادمة ولسنوات قادمة. ويبدو أن المنتخب المغربي إلى حد هذه اللحظة صاحب القصة التي ستروى، لا القصة التي ستطوى، على اعتبار أن فيما لو عبر من هذه المباراة سيكتب قصة جميلة، قصة رائعة على الملاعب القطرية بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب. لكن إلى حد هذه اللحظة لم ينتهي شيء أبدا، لم ينتهي شيء أبدا. لاحظ حسرة هذا المشجع، حسرة هذا المشجع، يعني يريد العودة حق مشروع لمنتخب طموح. هذه كرة إذن يحيى الغساني مرة أخرى لمصلحة الأبيض الإماراتي. هذه العودة، هذه الكرة للأمام حيث المحاولة، ثم هنا كرة من الجهة اليسرى مرة أخرى لا زالت مستمرة. ماجد بكرة للأمام، خالد الضنحاني للإمارات، تمريرة بهذا الشكل، كايو طالت على كايو إلى خارج أرضية الملعب. خلاص انتهى الوقت الأصلي، انتهى الوقت الأصلي. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع لسرعة هذا الشوط. كل متفرغ للعب، لم نشاهد
يعني إضاعة للوقت أبدا. واحد من أسرع أشواط البطولة، الكل يأتي بجدية من أجل اللعب ومن أجل العبور ومن أجل التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب. هذه محاولة للإمارات عن طريق خيمينيز المر، ربما يأتي بالمرور. الله على الكرة، على المحاولة. الغساني راح هنا، مر هنا بكرة بمحاولة. على الكرة، على محاولة، على فرصة، على وصول، على حالة اقتراب من خلالها كاد أن يعبر الغساني. يا أوليفيرا في اللقطة الماضية طالت على الإمارات الركلة الركنية الأخيرة في شوط المباراة الأول بحثا عن الرأسية، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. يبدو أن معها حضرت الصافرة، ويبدو أن معها شوط المباراة الأول سينتهي يا سادة هنا بين المنتخبين. هل هي صافرة النهاية أم أن